مرحبا، عم حكيكم من جسر جل الديب. أنا بدي بارك لأهل جل الديب، لكل اللبنانية، لنواب المتن، وخصوصا لفخامة الرئيس اللي انتدب أحد مستشارينه لمتابعة هيدا المشروع اللي تنفذ بسرعة قياسية اللي هي سنة ونص عبر مجلس الإنماء والإعمار. وإن شاء الله يكون هيدا الجسر يعني بكورة المشاريع يلي من خلالها نقدر نخفف عجقة السير عن اللبنانية اللي كلياتنا عم نقضي ساعات وساعات على الطريق. ولكن مرحبا، هالمرة عم حكيكم من طرابلس، تحديدا من الجسر اللي بيربط طرابلس بالبداوي. هيدا الجسر يلي عم يتنفذ من قبل مجلس الإنماء والإعمار، واللي له 11 سنة عم يتنفذ، يعني جيل كامل. طبعا مثل كل شيء بيعملوا الإنماء والإعمار لطرابلس، يا اما ما بيتنفذ صح، يا اما ما بيتنفذ بالوقت المطلوب. وبهيدي الحالة انعمل اثنين، لا تنفذ صح ولا انعمل بالوقت المطلوب. طبعا نحن ما عنا حدا يطالب بمشاريعنا مثل ما صار بجل الديب، لذلك نطالب من فخامة رئيس الجمهورية يلي انتدب احد مستشارين انه يتابع مشروع جل الديب، يخلص الجسر كما وعدهم فخامة الرئيس بوقت قياسي، انه فعلا ينتدب احد مستشارينه، اذا المستشار نفسه، لحتى يجي وفعلا يطلع على تنفيذ هيدا المشروع وعلى كمية الهدر والفساد بالوقت وبالمال يلي كانت نتيجة هيدا المشروع. ليش عم طالب فخامة الرئيس؟ لانه نحن حقيقة ما عندنا حدا يطالب بمشاريعنا، وخصوصا دولة رئيس الحكومة يلي ما بيتذكرنا الا اذا في انتخابات. وبالنسبة لهم طرابلس هي فقط يا لويح شطب يا صندوق بريد. نحن انا كنائب طرابلس طبعا بعد ما اسجل هيدا الفيديو بده يصير علي حمله كالعاده، حمله تخوين وتحريض. طبيعي التهمه جاهزه، فانا ما فارقه معي، وانا بدي اقول لهم انه نحن بدنا نضلنا نطالب بمشاريعنا، ونحن قلنا حق على الدوله اللبنانيه مثلنا مثل كل المناطق، وما في بهيدي البلد ناس مسمنه وناس بسال. برجع بقول لهم اخيرا بعد 25 يوم في انتخابات، ما تنسوا ترجعوا تنتخبوهم هن نفسهم، لانه نفس الاشخاص حيعطوكم نفس النتيجه. وشكرا.